بالنسبة للزواج اللي ماهوش موثق، ما إلا يون يزوجك ديوث ولكن الفاتحة ورخذي من راه العقد إيوا كامي هو زواج صحيح ولكنه غير موثق فقط. زيه أطاسك مثلا جوجا ورعقيه نارا سان الدريا، ولكن الدريا توسن ذي ثات دارت غير ثمثين تميسان الغاشي الفلاني ثميس الفلاني بلا لي فيريت فامية عاشن بلا لي فيريت فامي بلا لاك دو مارياج بلا والو. سورتو زي كيطفضوا حوايج نارا واش يدير بلا لي فيريت فامي اصلا؟ واش يدير بالكواغط؟ هو فلاح ولادو فلاحين خلاص ما يحتاجش كواط اصلا. مفهوم؟ وتكمل دعوة. ولكن ما هو الحل؟ الحل سهل، مادام كاين الزواج بالفاتحة الشرعية ذي الفاتحة إذ الشرع إذ الصح ماذا الكاغض يسهل. ميم لو مارياج اللي يكون بعد الزواج بعد 30 سنة سهل، يتسجل في البلدية ولكن بارفوت جوستيس عن طريق القضاء عن طريق المحكمة. كيفاش يكون؟ نرجع للقانون تاع الجزائر قانون 411 المعدل المتمم المادة 22 الارتيكل 22 واش تقول؟ تقول تنص على الآتي: اللي ماشي مسجل الزواج نتاعو إلا بعد مدة واش يدير؟ يدير عريضة يرفعها لا جوستيس المحكمة المختصة إقليميا في التريطوار وين يسكن. واش يقول ثم؟ بلي يقول أنا تزوجت بفلانة الشهر كذا سنة كذا في 1970 مثلا قبل 40 سنة ولا، وكاين الشهود ولازم يدير شهادة الميلاد نتاعو، شهادة الميلاد نتاع المرأة الزوجة، يخرج واحد الكاغط من البلدية اسمه شهادة عدم تسجيل عقد الزواج، ويزيد يجيب الشهود والشهود يدور ديكلاراسيون سي لونور هذا خدمن تصريح شرفي. واش يقولوا فيه؟ يقول أنا ولا نحن كما داروا في الصيغة أشهد باللي حضرت الفاتحة بين فلان وفلانة في سنة كذا وكذا. إذا قدر يذكر الشهر يكون أحسن. من بعد القاضي عنده سلطة التحقيق كما أنه عنده يشوف غير الوثائق وخلاص. واش يدير القاضي؟ يصدر حكمه لمن لرئيس البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي يأمره النوردر يقول سجل عقد الزواج بين فلان وفلانة، يحدد التاريخ تاريخ الأثر الرجعي. إذا كان عندهم أولاد يكتبهم وقد نتج عن هذا الزواج فلان طفل زاد في تاريخ كذا وكذا، الطفلة زاد في كذا وكذا، يكون 1 2 3 4. وكي يخرج الجوجمون يخرج بكل شيء. هذه لا بروسيدور، هذا هو الإجراء القانوني. ما حبيش نطول فيه، كاين أمور أخرى في القانون أكتفي بالأمور الأساسية لكم سمعتوها. طيب هذا عقد الزواج اسمه في القانون اسمه عقد زواج مغفل. ما معنى ماشي مغفل؟ مغفل المعنى عقد زواج ماشي مسجل. هذا ما كان. وتأتي المادة 22 هي اللي تقولنا لا بروسيدور الإجراء كيف. فهمنا؟ يلا. ولكن في النهاية هو زواج صحيح. حنا اللي يهمنا أن السبب الأول لثبوت النسب هو الزواج الصحيح.